لكن سيتم تعيين وزير عدل خلال هذا الاسبوع. يبقى اذا رئيس الوزراء ينفي تماما ما يثار بشأن تعديل وزاري وشيك، وبيقول للاستاذ محمد عبد الحافظ في صحيفه او في مجله اخر ساعه انه مفيش تعديل وزاري على الاطلاق، كل اللي هيتم ان انا هعين وزير للعدل قريب. ما تعليقك على تصريح وزير العدل بانه لا يحق لابناء الزبالين الالتحاق بالسلك القضائي؟ قال الحكومه ليس لها راي في قرار المجلس الاعلى للقضاء، لكن انا كمواطن امل الا يكون هناك تصنيف. حلو قوي، دي اجابه دبلوماسيه راقيه ومش مستفزه، ويعني فيها ذكاء كده، ذكاء سياسي من جانب رئيس الوزراء. هو دي الاجابه. الراجل بيقول لك انا ما عنديش راي لقرار المجلس الاعلى للقضاء، هو يقرر اللي هو شايفه، لكن انا كمواطن امل الا يكون هناك تصنيف اجتماعي وان ينسف هذا التصنيف تماما. وكمواطن مصري هذا التصريح لم يجد ارتياح عند اي احد، ازعجني وازعج الناس، واعتقد انها زله لسان، وان وزير العدل محترم، انا بعتبرها زله لسان، هو بيحس بالناس البسطة. انا لم اوافق على هذا التصريح لاننا نرفض احداث اي شرق في المجتمع. اقيل او تم اقاله او تقدم باستقاله وزير العدل. قال انا اتصلت بوزير العدل وقلت له هذا التصريح سبب انزعاج والم وجرح غائر. قال لي انا عارف وانا احترم الراي العام، والراجل بكياسته قال لي هذه هي استقالتي وانا قبلت الاستقاله. رد عليه الاستاذ محمد عبد الحافظ قال له هو الرئيس ما كلمكش في هذا الموضوع؟ قال له ابدا، انا قلت لك اللي حصل. قال له انا شايف ان الرئيس ورئيس الحكومه متحملين اخطاء كل المسؤولين، قال اي خطا من الحكومه بيشيله رئيس الحكومه. يبقى اذا لا زياده في اسعار البنزين، لا تعديل وزاري، وبينفي ان عنده معتقلين. رئيس الوزراء بينفي، بيقول انا ما عنديش ولا معتقل ولا عندي تعديل وزاري ولا عندي زياده في اسعار البنزين، وفي نفس الوقت